مرحبا بقناة اليوتيوب. واليوم رح نعمل وصفة صحية جدا. أكيد بالدايت بنشتهي برجر، بس أكيد لما نعمل البرجر بالبيت بنتأكد من المكونات وكمية الدهون وبنعمله بطريقة صحية. رح نعمل برجر اليوم لطيف ولذيذ. أنا عندي هون دجاج مفروم، إذا ما عندكم دجاج مفروم تقدروا تستخدموا محضرة الطعام وتفرموا الدجاج. رح أحط مع الدجاج أرشلة مطحونة، ورح أحط شوية بهارات وبصل طبعا. عندنا بهار الثوم، ثوم مطحون، ملح وفلفل وشوية بابريكا. هيك رح تعطي نكهة كتير طيبة. رح نشويها بكمية بسيطة من الزيت. وأكيد للخلطة رح نستخدم مايونيز لايت، وكمان رح نستخدم كاتشب. مايونيز وكاتشب لايت هدول رح نستخدمهم عشان نعمل الفيلينج. بالنسبة للخضار ممكن تستخدموا الخضار اللي بتحبوها. رح نحط خس وبندورة، ونسينا كمان بالخلطة رح نحط شوي من البقدونس المفروم عشان تعطينا برجر كتير طيب. خلينا نعمل الوصفة بالتفصيل، وأكيد نحكي لكم عن السعرات الحرارية والمعلومات الغذائية. رح نبدأ بدجاج تمام المفروم، رح نستخدمه ونحطه كله بالصحن. هلا على الدجاج رح نحط الأرشلة المطحونة، البقدونس المفروم، كمان رح نحط شوية ملح تقريبا معلقة، شوية فلفل أسود، وكمان بابريكا بتعطي نكهة كتير طيبة، والثوم المطحون. وهلا رح أعجن وأخلط كل المكونات مع بعض. بالنسبة للبرجر اللي بنشتريه برا البيت، السعرات بتكون عادة من نوع اللحمة، ممكن تكون كتير دسمة أو الدجاج. كمية الدسم اللي بيستخدموها، مثلا هون أنا مستخدمة دجاج صافي بدون جلد. اللي عملية القلي بترفع السعرات الحرارية، الصوصات اللي بتستخدم، فأكيد البرجر بالبيت كتير أخف بالسعرات الحرارية. هلا رح نخلط المكونات كلها مع بعض. رح أعجن كل المكونات مع بعض، وبعدين نشكلهم على شكل البرجرز. وأكيد البرجر هذا ما رح نعمله مقلي عشان ما يكون عندنا سعرات حرارية كتير عالية. رح نحط شوية زيت ونقلبه على الجهتين لحد ما يستوي. تقريبا هاي خلطنا المكونات مع بعض بشكل كامل عشان نشكل البرجرز ونعمل أطيب برجر صحي بالبيت بمكونات من البيت بطريقة صحية من غير ما يكون في نسبة دسم عالية جدا. تقريبا الخلطة صارت متماسكة، شوفوا شو حلوة. ريحته طيبة، بقدونس طيب، هي تماسكت. شوفوا العجينة كيف رائعة جدا، عجنة البرجرز. أول إشي رح أعملهم كرات متساوية تقريبا، ونقدر نوزنهم على الميزان إذا حابين تتأكدوا من الكمية. وهلا منشكل البرجرز، نكبسهم مع بعض كتير منيح. هي أول وحدة تقريبا جاهزة. طبعا المشكلة كمان بالبرجر اللي هي البطاطا المقلية اللي بيجي مع البرجر، بتقدروا تعملوها بالقلاية الهوائية، بس انتبهوا انه القلاية الهوائية إذا عم نستخدم بالقلاية الهوائية البطاطا اللي أصلاً مفرزة وجاهزة هاي بتكون نص مقلية قبل. فانتبهوا لهذا الموضوع، إنه
البطاطا تعملوها بالبيت، ولا هيك إذا بترجعوا تستخدموها بالقلاية الهوائية بتكون نص مقلية قبل، وإذا قليتوها هيك بنعمل قليتين مع بعض فبصفي السعرات عالية. حتى ملمس البرجر بجنن. هاي الثالثة تقريبا رح تعمل لنا 5 قطع. هلا آخر قطعة. هاي خلصنا آخر قطعة. هلا بنحط شوية زيت رح أدهنها، و هلا بنشوي البرجرز على الجهتين. خليها تحمى شوي. طبعا القلي العميق دايما بخلي الدجاج واللحمه انها تتشرب كميه كبيره من الزيوت، وهذا بيرفع السعرات الحراريه، واحنا دايما كتغذيه صحيه دايما يفضل نقلل من الاطعمه المقليه وتناولها، لانه هذا مرتبط بكثير امراض. هاي طريقه للبرجرز حتى بتنعمل باللحمه. في وصفه ثانيه كمان موجوده على موقع الالكتروني www.rubadiet.com، رائعه جدا وكمان اقل دهون. خلينا نشوي البرجرز. وهلا رح نخلط الكاتشب مع المايونيز اللايت. صارت جاهزة، وهلا رح نقلبهم. الريحة تشهي. طبعا أنا بهاي الوصفة استخدمت الخبز الأسمر. في خبز أسمر بالسوق تقدروا تستخدموه عشان نزيد كمية الألياف، ورح نحط أكيد خضار، ورح أقدمها كمان مع بطاطا مشوية، يعني ما رح أستخدم بطاطا مقلية عشان كمان ما يكون عندنا سعرات حرارية كتير عالية. وهلا رح نحط الدجاج اللي شويناه. رح نحط الدجاج، رح احط جبنه، بتقدروا تختاروا جبنه قليله الدسم. وهيك صار البرجر جاهز. هاي الوصفة، البرجر هذا الساندويتش فيه 350 سعرة حرارية، أما البرجر اللي بالسوق ممكن يوصل 600 700 سعرة حرارية حسب الإضافات وقد ايه بنحط صوصات وغيرها، وإذا بنقلي أو ما بنقلي. طبعا دايما بتقدروا تحضروا وصفاتكم الصحية. إذا حبيتوا توصلكم وصفاتي أول بأول بس اعملوا سبسكرايب بالقناة وفعلوا الجرس، أول ما تنزل وصفة بتوصلكم تقدروا تحضروهم. كل الوصفات موجودين على موقع الإلكتروني www.rubadiet.com. إذا عملتوا دايت معي من أي مكان في العالم تقدروا تختاروا من هاي الوصفات وأحسب لكم إياها في نظام غذائي لا بيناسبكم حسب حالتكم الصحية. إن شاء الله أنا بشوفكم بفيديو جديد، وصفات جديدة ومعلومات تغذية جديدة. باي باي.